اتظلمت. انا عارف انك اتظلمت بجد. انا عارف انك عانيت. انا حاسس بيك وحاسس بوجعك وألمك، وقد ايه انتوا عانيتوا يا ناس يا جميلة يا محترمة يا ولاد الأصول، يا اللي قلبكوا في حتة بيضة جميلة ما بنلاقيهاش كتير في هذا الزمن أبدا، لأنكوا سبحان الله بتقدموا عطاء كبير من قلوبكم. أنا عارف وبتبقوا مستنين التقدير المطلوب، لكن ما بتلاقوهوش من ناس فعلا كنتوا حاسين ان هم اقرب ناس ليكوا، ولا قدروا ان انتوا ناس محترمة جميلة، ما قدروش شبابكوا ولا قدروا روحكوا الطيبة ولا قدروا اي حاجة. كل اللي عملوه ان هم افتروا عليكوا وظلموكوا وخذلوكوا، وجم بعد كل ده يقولك بمنتهى البساطة احنا عملنا ايه، ويصوروا للعالم كله ان انت اللي غلطان ويشيلوك المسؤولية والهم، مع ان انت اللي مظلوم وهم اللي ظلموك وافتروا عليك. وده قمة الوجع، قمة وجعك وقمة الظلم وقمة التعب. عشان كده احنا معاكم في رحلة تعافي حقيقية. ناس كتير الحمد لله رب العالمين تعافت معانا، فانتوا لو مستعدين ترجعوا لطبيعتكم الحلوة تاني، لو مستعدين ترجعوا الجواهر الحقيقية تاني، لو مستعدين ترجعوا انتوا كده كده ولاد اصول مش محتاجين ترجعوا، فيلا بينا نبدأ مع بعض هذه الرحلة الجميلة لاخواتنا في كل مكان، واهلنا الحمد لله بيتابعنا من كل انحاء العالم ولسه بادئين. ودي مش شطارة مننا لكنه فضل من الله سبحانه وتعالى، عشان مش عايزك تفضل بالوضع اللي انت فيه. عشان انا قلت لكم كتير وهقولها لكم تاني، اوعى تقف على باب ربنا قفله، اوعوا تفتحوا باب ربنا قفله. خلاص الباب اتقفل، معناها ايه؟ ان خلاص ربنا مش عايزك تدخل، فربنا قفله عشان مش عايز لك تفضل بنفس الوضع، عشان مش عايز لك اللي كان بيتعمل فيك، عشان كان سامع وشايف تدبيرهم عليك. فتأكد ان الخير ما كانش عند الباب ده، وقفله ليك حكمة من عند الله. ليه؟ عشان فتح لك باب جميل، باب في راحة، في سعادة، في أحلامكم بقى اللي تمنيتوها. فما تقفش عند الباب ده. ما تعرفش لو وقفت هيحصل ايه، ما تعرفش لو فتحت يحصل ايه. في ناس فضلت واقفة عليه بالسنين، وقفت بالسنين وفي الاخر اتضرت بعد علاقات خلصت وانتهت. خلاص الناس اللي لسه واقفة على البيبان بعد علاقات خلصت وانتهت، خلاص الباب اتقفل خلاص، لان ربنا قفل لك باب العسر. ربنا قال ايه؟ ان مع العسر يسرا، مالكش ان بعد العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. فالعسر كان نازل معاه يسر، باب اليسر كان نازل بس انت مش شايف، واحنا ما بنشوفش، عينينا ضيقه، عينينا لسه ما تشالش منها ان احنا نشوف. صدقني كان نازل وموجود باب اليسر. يلا باب احلامك الجميله، يلا بينا، كفايه بقى، كفايه وجع، كفايه الم، يلا بينا نروح الباب التاني. فالناس اللي اتظلمت واتوجعت بعد ما قدمت عطاء كبير وكانت دايما موجودة معاهم وقت ما بيحتاجوهم، انت اتظلمت واتوجعت. والمشكلة ان احنا اتظلمنا من اقرب مالينا، اتظلمنا من ناس كتير واتخذلنا واتوجعنا واتألمنا، لكن ربنا ابدا ما سابنا، وقف جنبنا واتمكر علينا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تأكد ان انت المنتصر في النهاية مهما كان حيلتهم عليك. صدقني في النهاية منتصر من كل من ظلمك وخذلك وجاء عليك وأخذ حقك. حقوقه رجعوا محفوظة، حقوقه رجعوا محفوظة. الناس الجميلة، الناس المحترمة، الناس اللي عانت وتعبت كتير، صدقوني حقوقه رجعوا محفوظة. ايا كان اللي حصل لك، انا عارف انك تعبت واتألمت وقدمت عطاء كبير وفيكوا حتة بيضة جميلة، بس صدقني ربنا هيجيب لك حقك، وليك دعوة مظلوم عند ربنا لأنصرنك ولو بعد حين. فاطمن، الخير جاي والفرحة جاية والسعادة جاية، ولو ليك حق جايلك يا ناس، يا طبيعية، يا حقيقية، يا جواهر حقيقية. انتوا كنتوا فاكرين ان العلاقة القديمة هي اللي حقيقية، كنتوا فاكرين ان العلاقة القديمة هي اللي فيها الخير، وكنتوا نفسكوا يعني في استقرار. انتوا كنتوش عايزين اكتر من ان انتوا تستقروا، انتوا كنتوش عايزين اي حاجة غير ان انتوا تستقروا، وحاولتوا تحافظوا على قد ما قدرتوا. هنقول لكم قصص واقعية بعد كده، تتابعوا معانا
الرحلة بتاعتنا على اليوتيوب، موجودين في كل المنصات. اليوتيوب هيبقى فيه رحلة حقيقية عبارة عن وقت طويل في كل فيديو، بحيث ان انت تستفيد وتقوم على رجلك. الرحلة حقيقية مش مجرد خطوات بنقولها، لا ده انت هتمشي معانا خطوة بخطوة، لان الخذلان بيدمر في الروح، مش زرار هندوس عليه. والله الموضوع صعب مش سهل، لكن معانا بإذن الله في ناس كتير تعافت في الرحلة الأولى، ودي الرحلة التانية لينا. والحمد لله كل المطلوب منك انك تكون مستعد، وانك تصلي على النبي، لأنه وقودنا في هذه الرحلة الصلاة على النبي والاستغفار، وده خير الكلام الإيجابي، لأنه لازم كلام إيجابي عشان تتعافى. فامشي معايا خطوات، حقك مش ضايع، حقك راجع ورجع، وقلنا ان هو رجع لك، بس انت لسه مش شايفه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه. أتى يعني فعل ماضي، خلاص جه، حقك جه، بس احنا لسه مش شايفين. حقك راجع ومحفوظ. فليك دعوة مظلوم وربنا هيكرمك، وقلبك مكسور دعيتها، وقلبك مكسور ومحدش حس بدمعتك وانت نايم بالليل في ليل الوحدة. وحياة كل دمعة وكل كسرة وكل سجدة ان حقوقه راجعة ومحفوظة، وربنا وعدك بالنصر، وعد الحق. الله، الحمد لله انه ربي وربك اللي هيجيب لك حقك. انا عارف ان انت تعبان، وانا عارف ان انت موجوع، وانا عارف ان انت متألم. وقفت جنبهم كتير ووقفتهم على رجلهم، يعني بجد محدش عمل زيكم. ناس تشال على الراس، وكانش بيعجبهم كمان. يعني الناس بتاخد كل حاجة وانت بتدي كل حاجة، وناس مش عاجبها اي حاجة. بدل ما يردوها تقدير واحترام ويشيلوكوا على الراس، ما انتوا اللي زيكم يشال على الراس. انتوا ولاد اصول قوي على فكرة، مش وش بهدلة. اللي اتعمل فيكوا ده هم ما قدروش جمالكم ولا شبابكم ولا روحكم الطيبة. الناس دي معرفتش قيمتك. فاكرين لما كنت تطلعوا في البلكونة تدعوا في عز العلاقة، وكان الظلم والخذلان والافتراء، وهم مش عاجبهم، كنت تدعوا لهم ربنا يهديهم. هم كانوا بيدبروا لك ان هم يتخلصوا منك. فالحب عمره ما كان وجع متواصل. فانت لازم تتعافى معانا، وهنقول لك ازاي. امشي معانا هذه الرحلة. كل اللي هتعمله معايا هتقول الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها، وحسبي الله ونعم الوكيل مرة واحدة.